انا البتول، وقصتي هي هذه. كبرت انا وخوتي تما، حنا جوج بنات وجوج ولاد. توفى والدينا ملي كنا صغار. كانت خالتي ما كتولدش، وبقينا فيها وداتنا عندها كاملين. كانت الله يعمرها دار وحنينه بزاف. والله الا كانت مسكينه كتشوف فينا التركه اللي ما عطاهاش الله. كنا حتى حنا كنحسوا معاها بالامان والاستقرار. انا كنت البنت الكبيره اللي مسؤوله على خوتها، واخا كاين خويا كبر مني، ولكن كيف ما كتعرفوا البنات هما اللي كيتحملوا المسؤوليه. الا غابوا الوالدين هما اللي كتبقى فيهم، اللي كيبقى على عاتقكم كلشي خصهم يديروه. حيت بصح كتكون عندنا غريزه الامومه من الصغر. داكشي علاش هاد خالتي كانت كتعول عليا في بزاف ديال الحاجات، وكنت انا اللي من اللي كنعاونها في جميع اش غلط. خوتي الولاد داروا الصنعه، وانا واختي خرجنا من الابتدائي. خرجنا بكري من القرايه لان الظروف ما ساعدتناش باش نكملوا، الوالدين كانوا ما فحالهمش. بقيت عند خالتي حتى ولات عندي 18 سنه. كنت الصراحه حادقه ونقيه ونتحط على الجرح يبرى. داك الحي الشعبي فين كتسكن خالتي، اي واحد كان عنده شي مناسبه واحتاج ليا كان كيلقاني انا الاولى موجوده. واحد النهار جينا نهدروا واحد الحفله ديال الختانه، وحتى انا كنت فيها من البنات اللي عاونت وسربيت. المهم ما خليت ما درت معاهم. كانوا الطباله والغياطه وكل شيء شطح، وحتى انا شطحت. ملي بديت كنشطح وواحد الطبال كيشوف فيا وما حيدش عيني عليا، وبقوت ما تحرج. قلت ياك ما تشابت ليه مع شي حد اخر ولا شي بنت اخرى. داز داك النهار الاخر جالسين في دار خالتي، حتى كنسمعوا دقن في الباب. خرجت خالتي لقات واحد السيده في الباب، سلمات على خالتي وقالت لها طالبه ضيف الله. قالت لها خالتي مرحبا بضيف الله. دخلت السيده بدات كتهضر، عاد عرفنا منها انها هي الام ديال الطبال اللي ما حيدش عيني عليا، وهو براسو اللي باغي يطلبني للزواج. ما نكذبش عليكم البنات، في ديك اللحظه تخلطوا عليا المشاعر. ما عرفت واش فرحانه ولا خايفه. فرحانه كأي بنت يتيمه كيتقدم ليها شي عريس غادي تستقر معاه ويعوضها على الحنان ديال والديها، وفي نفس الوقت خايفه ما يكونش عند حسن الظن ونصدق نادمه. المهم في الاخير درت النيه وقبلت وتوكلت على الله. عرفت انه انسان بسيط وطيب كيعيش مع والديه في منزل صغير فوق السطح، والعمل ديالو مره طبال مره خياط تقليدي، يعني طالب معاشو خدام بدراعو. قلت ما فيها باس نسترو ويستني وندير معاه وليدات. درنا العرس ومشيت معاه للدار فين كيسكن مع والديه وواحد خو صغر منه اللي باقي عزري. في الحقيقه لقيت الدار ضيقه وكل شيء مكروف، فيها غير غرفه صغيره وصالون وطواليت وكوزينه غير صغيره. وحيت هو تزوج عطاوه الغرفه الصغيره نسكنوا فيها، وباقي افراد الاسره كينعسوا غير في الصالون كاملين. ومع هاد الظروف كامله كان ديما عندي امل كل شيء يتحسن، ونديرو حتى حنا دويرتنا ونولدو فيها وليداتنا. المهم عشت معاهم على الحلوه والمره، وقبلت على كل شيء. وكنت وقت ما نقول لراجلي بغيت نخدم باش نعاونك كيغضب وكيقول لي انا ما عنديش المراه اللي تخدم. المراه بلاصتها هي الدار، والراجل اللي كتخدم عليه المراه ماشي راجل. صافي وليت سمعت الكلام ديالو ومحيت فكره الخدمه من راسي. بقينا بحال هكاك حتى رزقنا الله بالبنيه الاولى ديالنا، وكانت فرحتنا كبيره بها، خصوصا انا ما قدتني فرحه. مشات الايام ودازت 7 سنين بنفس الوتيره. انا هازه المسؤوليه ديال الدار، وراجلي مره طبال مره خياط في واحد الحانوت مع صاحبه. تزادت بنيه اخرى وكانت الوقت حتى لهنا باقا زوينه. كان رزيق اللي كيجيب راجلي مكفينا وقانعين باللي جاب الله. وكنا ناويين من بعد نبدلو ديك السكنه بسكنه تكون كبيره وسفليه، حيت عجوزتي وشيخي كبروا وما بقاوش قادين على طلع هبط ديال الدروج. جا الصيف وجاو عندنا شي بنات من عائله راجلي. ما كانتش اول مره، ديما كانوا كيجيو يدوزوا عندنا العطله ديال الصيف في صويره، حيت هما من مكناس وكيف ما كتعرفوا مكناس كتكون سخونه بزاف في الصيف. وفي ديك اليامات اللي كانوا عندنا جا واحد النهار راجلي قال لي وجدي لي جلابتي ديال الحرير، راني معروض عند واحد السيد صاحبي غادي يتزوج. هادشي ما قالوا لي حتى النهار بنهارو. قلت لي واش عارض عليا حتى انا؟ قال لي واخا يعرض عليك انتي عندك التربيه من غادا تخليها، وزيدون انا غادي خدام. ناضوا الضيفات قالوا لي واش يمكن نمشيو معاك حنا، عمرنا ما شفنا شي عرس صويري. قال لهم راجلي ماشي مشكل، لا بغيتو تمشيو غير الله. ناضت بنتي البكره كتبكي، قالت لهم حتى انا بغيت نمشي معاكم. راجلي تعصب قال لبنتو سيري تجلسي فين غاديه، واش انا غادي ندي للناس الدراري صغار؟ راه العرس هذاك فيه غير الناس الكبار.
راه بسالة هادي. قال لي شتي بنتك راه السهر صعيب عليها وانا غادي نبقى خدام حتى الصباح. ومشى عند مو قال لها نوضي يا امي تمشي مع البنات حتى انتي تفرجي شويه. ما عليناش، شديت بنتي ما خليتهاش تمشي معاهم. عجوزتي مشات وانا وبنتي بقينا في الدار. صافيه البنات، دازت ديك الليله وصبح الصباح. كانت ديك الساعه 5:30 ديال الصباح فاش رجع راجلي هو وامو والضيفات. انا بقيت ناعسه ما نطش حتى كنسمع الدقارقيب في الصاله. كنقول شكون اللي كيخبط نط. كنتفاجئ بالضيفات كيجمعوا بوالزهم بغاو يمشيو فحالهم. بقيت كنسولهم علاش وكنحبس فيهم باش يبقاو، حيت فعلا كانوا ظريفين ومونسيني بزاف وكيخرجوا ليا بنتي معاهم. ما سخيتش بهم صراحه، قلت لهم زيدوا غير يومين ولا 3 ايام، ولكن ما بغاوش. قالوا لي غير سمحي لينا، هذه هي المده اللي درنا مع الوالده وخصنا نرجعوا باش ما تبقاش بوحدها وتقلق علينا. صافي مشاو ديك الساعات بسلامه بسلامه وهبطوا مع الدروج. من بعد سولت راجلي كيف داز العرس، قال لي كلشي داز مزيان. في ديك اللحظه جبدات عجوزتي واحد الساشيه فيها حليوات ديال دوازتي وقالت لي ها كي راني ما نسيتكش من حقك ديال الحلوى. ومعانيت يلا كنت مصايبه واحد الكاس ديال اتاي باغا نفطر دوزت بها هي الاولى. هي هذيك فات شي 6 شهور على هادشي وجا العيد الكبير. كل عيد كنا ما كندبحوش حنا بكري، حيت راجلي كان كيقول لي خاصو يمشي يذبح لواحد السيده كبيره في العمر ولادها برا. وحتى انا كنت كنقول لي ما فيها بس، على الله انتي واجر في هاد العواشر. المهم مشى ذبح السيده، عاد جا ذبح لينا كيف العاده. نهار تاني ديال العيد فطر وخرج. انا بقيت كنتسناه يجي يقطع ليا الحولي وانا كنشقى كنسمع الدقان في باب الدار. خرجت نشوف شكون، لقيت واحد الوليد صغير قال لي سلام خالتي، واش هادي دار عمي احمد؟ قلت ليه هيه. قال لي راه صيفطني نجيب القرطه والمقده حيت بغى يقطع لينا الحولي. بقيت كنشوف قلت مع راسي ويلي، واش هاد المراه الكبيره غادي يكون عندها ولد عنده 9 سنين؟ حتى جبت ليه المقده وتلفت غادي فحالو وانا نعيط ليه عاوتاني. سولته من غادي يقطع عمك الحولي؟ قال لي لخالتي. قلت ليه شكون خالتك؟ قال لي خالتي اللي هي مرات عمي احمد اللي صيفطني نجيب المقده. الدري ما عارف مسكين حتى عند من مصيفتو عمو. صافي البنات تما كفشلوا لي ركابيه. ما بقيت عرفت واش نمشي نتبعو ولا نبقى في حالي. شويه وانا نقول ليه بلاتي نمشي معاك نشوف فين كتسكن خالتك. لبست جلابتي ومشيت معاه حتى لباب الدرب. وحنا هنا غادي تكون الصدمه الكبرى ديالي. سولت واحد السيده جارتهم، قلت لها شكون لاله اللي ساكن في هذا الدار؟ قالت لي راه ساكن واحد السيد ووليداتو ومراته ومعاهم اخت مراته. مره كيجي عندهم واحد السيد يمكن مزوج بخت مراته. راكم عارفين الاحياء الشعبيه، غتسولي شي حد يعطيك كل شي التفاصيل. قالت لي راه هاد السيد يمكن غير شي 7 شهور باش تزوج بها. تما كان البنات رجعت الفيلم ديال الصيف وعرفت ان العرس لاش مشى راجلي ودا معاه مو وبنات عائلته ما كانش غير معروض ليه اولا مشي يطبل، كان فيه هو العريس. هو العريس. واللي زاد ما بيا هو انني كليت حتى الحلوه ديال عرسو والعجوزه هي اللي جابتها ليا. وما نقولش لكم البنات، هزيت الدقه القاضيه ديالي ورجعت للدار. رجليا كيتخالفوا. مشيت بديك الصدمه ديالي نيشان لعجوزتي. دخلت للدار ورجليا ما هزينيش بالفقسه والشمته ديال العجوزه اللي ما نساتش تجيب ليا حقي من عرس ولدها. طلعت هايجه وسولتها، قلت لها واش كتعرفي فلانه اللي كتسكن في الدرب الفلاني اللي كيمشي عندها ولدك؟ تبهضات وبقات كتشوف. قلت لها دوي غير دوي، راني عرفت كل شيء. وراكم كتعرفوا المجرم اللي كتحطي قدامه الدليل صافي كيقرب كل شيء. المهم السيده عرفت راسها قفراتها معايا، قالت ما كاين لاش تزيد تقفرها. بدات كتبرأ راسها من كل شيء وكتقول حتى هي غير مظلومه وانه فاجئها وكانت مجبره تبقى معاه في العرس وانه هو اللي حلفها ما توصلش ليا حتى حاجه. كان داك النهار اصعب نهار في حياتي. نسيت العيد ونسيت تقطع الحولي وكنت غادي ننسى حتى سميتي. ديك الساعه هزيت التليفون وعيطت للضيفات اللي حضروا في داك العرس. جاوبتني وحده فيهم، قلت لها تبارك الله عليكم، كليتو عندي وشربتو وطبحرتو وتفججتو وفي الاخير مشيتو عرستو مع الراجل وجمعتو حوايجكم مع النبر وزدتو خلفه. قولي نتوما مطورتين في القضيه، داكشي علاش سلتو كي الشفارات. هذيك هي الملحه والطعام، ما حشمتوش.
صافي شافتني كافرة كنجدب وما بقاتش قادرة تخبي. بدات كتبكي وكتقول لي حنا غير تورطنا في داك المشكل. هو قال لينا صاحبو حتى دخلنا للعرس ومشى جلس حدا العروسة، عاد عرفنا الحقيقة. وقالت بانه وصاهم قبل ما يرجعوا للدار باش ما يقولوا لي حتى حاجة. والطامة الكبيرة هو ملي سولتها واش مو كان فراسها شي حاجة فراسها هاد الجواج، قالت لي نوضي راه هي اللي داها خطبت لي النهار الاول. المهم الراجل رجع للدار من بعد واحد الساعتين، بغا يدوي معايا على تقطع الحولي، لقاني مغيبه بالصدمه اللي هزيت. يلا بغا كيسولني مالكي وهي تنطق مو. قالت لي اش غادي يكون مالها، راها عرفت كل شيء، ما بقى ما يتخبى، غير قول ليها راه عندك مرا اخرى وصافي، راه كل شيء تفرش. بقى ساكت شويه وهو يقول لي اش غادي نقول لك، على كون قلت لك غادي تقبلي، هذاك راه شرع الله، اما حسن ندير الحلال ولا نمشي نفسد. صافي المكتوب كتاب وما عندنا ما نديرو، وحتى دابا شنو ناقصك؟ ياك انا عمرني ما بت عندها حتى ليله، ديما بيت هنا معاك وما ناقصك حتى حاجه، لا انتي لا بناتك. صافي هو سكت وبدا كيقطع في الحولي وانا كنتقطع من الداخل، ودخلت في واحد الهستيريا، بقيت نغوت ونتف في راسي ونقول لي خاص، ضحكتي عليا وغدرتيني، صبرت معاك على الحاره والحلوه وتقول لي اشنو خاصك. داكشي باش مشيتي تزوجتي كون بدلتي بيه غير هاد القفز اللي فيه اللي ساكنين فيه حنا ووالديك، ولا درتي بيه محل ديال الخياطه عوض تبقى محيوز على صاحبك. بقيت نبكي على الغدر وعلى صبري وعلى باش جازاني عليه. هو كيقطع في الحولي وانا مشيت كنجمع حوايجي، خليت ليه بناتي بجوج ومشيت عند خالتي غير بوحدي. هي هاديك. بقيت غضبانه واحد المده ديال 3 شهور، ولكن بحال اي الكبده صعيبه وما خلاتنيش نسمح في بناتي. واخا كنت وقت ما كيجي يبغي يرجعني كنرفض، ولكن في الاخير قررت نرجع على قبلهم. واخا رجعت قطعت معها اي كلام واي علاقه ديال الفراش، كنت كندوي معاه غير في الامور اللي كتخص بناتو. واخا رجعت بقيت ديما كنبحث على فين نتلاقى معاها وامتى وكيفاش. في الاخير اكتشفت انها كانت كتعامل معاه حيت هو خياط وهي كتصايب ليه العقاد. في هاد الوقت البنات كان المحل ديال الخياطه البلديه مشي مزيان، السيد كان تايق في الوقت بزاف، مشاكرة للمرا الجديدة دار كبيرة وجديدة وفرشها ليها. وهاد الشي عمرو فكر يديرو لينا انا ووالديه اللي كنا عايشين غير في حك ديال السردين. تمتعات السيدة مدة 4 سنين، ما كانتش عارفة الظروف شنو مخبية ليها. بشوية بشوية بدات الخياطة البلدية كتراجع في السوق وقل عليها الطلب، والمدخول حتى هو قلال بزاف. بقاو هكاك حتى دارو فايت، طلق الحانوت هو وصاحبه. وبسبب هاد الشي كامل لقى راسو ما بقاش عنده باش يخلص لمراتو جديدة الكرا، طلق الدار وباع الفراش ورجعت تسكن مع اختها عاوتاني. يوم على يوم كتزيد الحالة تكفاس علينا، لدرجة انني ما بقيتش لقيت ما نوكل لوليداتي. اللي كيصورها راجلي مع الغياطة كنخلصوا بها الكرا والماء والضو، شي مرات ما كنلحقوهمش. صافي جا الوقت اللي قررت فيه نخرج نخدم على وبنياتي. كنت كنقلب على اي خدمة، المهم غير نعتق الموقف. كنت مرة كنضرب بريكولات ديال الميناج في الديور، وراكم عارفين الميناج، مرة تلقاي مع اللي يتهلا فيك، ومرة يحرتو عليك ويرميو لك 2 فرانك ما كتقدك حتى في المركوب. واحد النهار عيطت لي واحد السيدة كتدبر عليا في البريكولات، قالت لي راه كاين واحد البريكول في واحد الفيلا يلاه تسالات في البني، وقالت لي فيها تامر، داكشي علاش خاصني نجيب لك معايا مرة اخرى باش تعاونوا بجوجكم. المهم وصلت للعنوان اللي عطاتني وبقيت كنتسنى شويه. السيده جات وجابت معاها الاخرى اللي غادي تخدم معايا. بقيت نحقق فيهم، ملي بداو كيقربوا ليا ما تخيلوش المفاجاه الكبيره، وهي ان اللي غادي تعاونني هي ضرتي. ضرتي اللي حتى هي تلا بها الزمان، وبعد ما كانت عروسه مخنته وعايشه معزه ومكرمه، خرجت حتى هي تضرب الجفاف وتماره، بالخصوص ان ولات عندها بنيه في عمرها 3 سنين. في ديك اللحظه ما بقى ما يتقال، تقادو الريوس والمصير رجع واحد. تسالمنا وبدينا كنخدمو، واحد الوقت لقينا راسنا بدينا كنتعاودو همنا وكنتفكروا الماضي بالزين والخايب ديالو. كانت هذيك فرصه ليها باش تطلب مني السماحه، وفرصه ليا باش نعرف ان الله ما كيبغيش الظلم، وان الصمت كدور والوقت كيتقلب على الجميع. سولتها على بنيتها وقلت لها بقيت تجيبيها تشوف خواتاتها وتعرف عليهم، حيت اصلا ما كاين علاش يحقدوا على بعضياتهم. صافي مع الايام رجعت البنيه كتجي تبات مع خواتاتها
ورجعت كتعرفهم، وباهم ولا كيبات مرة معاها. فاتت سنين بحال هكاك حتى لواحد النهار لقيت خدمة في واحد الدار العجزة وبقيت خدامة. درت وريقاتي ودرت الضمان الاجتماعي، قريت بنياتي حتى سهل عليهم الله في الزواج والسفر. الكبيرة مشات لفرنسا والصغيرة تزوجت في السعودية. من تما حن عليا الله من تمارة وفضل بنياتي شريت دويرة واستقريت فيها. اما عجوزتي وشيخي عمرني فرطت فيهم، حتى في الاوقات اللي كيكون ولدهم غايب او ما قادرش يوفر لهم احتياجاتهم ولا دواهم، بقيت مهليه فيهم وهزيتهم حتى لاخر يوم في حياتهم. الله يرحمهم ويرحم جميع الموتى. اما درتي فتصابت مسكينه بمرض السرطان وبقى راجلي مقابلها، ورجع دائما معاها لانها كانت محتاجه لي اكثر مني انا. بقى معاها حتى داها الله. اما دابا بقينا عايشين غير بجوج في المنزل اللي شراو ليا بناتي، حنا وبنتو، اي ربيبتي مع المراه الثانيه. وهذه هي قصتي، وكنتمنى تكون عبره اللي سمعها وفهمها. واللي عجبو بين بار حكايات نسائيه يدير لايك وتعليق ويشترك في القناه. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم.